السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شكرا للكلام الطيب اللي تخليوه لي دايما فيديوهات، شكرا كثيرا كثيرا. درت هاد الحلوى درتها بالقرقاع وكتكون لذيذه لذيذه ما شاء الله، زوينه زوينه. في عوض باش ندير اللوز ما درتهاش، درت بالقرقاع. وهذاك القرقاع تبارك الله اللي كنت جمعت هذه شحال. ملي هذه النصيحه انه ملي غادي نحيدوهم الفران اذا نقطعوها ونديرو فيها العسل. المهم هذه هي اللي كنت من قبل كنت جمعته، هذه شحال هذه شحال، هذاك هو. وغنقول لكم الفيديو الوصفه. ايوا شفتوا الطبيعه ما شاء الله. المهم هذيك هذه شحال كنت قلعتها وصفت معكم، صفت لكم الفيديو. كنت جمعتها القرقاع وما شاء الله تبارك الله، الحمد لله والشكر لله. ودرت به اليوم هذاك، درت فيه شويه الزبده، 2 معالق تاع 3 تاع معالق كبار تاع الزبده، فهكذاك في نص كيلو كاع هكذاك. من بعد الورقه نتاع البسطيله نديروها ندهنها بالزيت. هي درت فيها القرفه في القرقاع بعد ما طحنته، هو يطحن بزاف فكيكون فيه الزيت صافي. شويه القرفه، شويه السكر، شويه 2 ساشي تاع مزهر، 2 ساشي ماشي تاع الماء، 2 ساشي، 1 معلقه ولا 2 معالق كبارات نتاع الماء غير لان ما درتش ما زهر، اذا درت الماء غير شويه ماشي بزاف. ودرت الزبده، هو دغيا دغيا كيتعجن لان فيه هذا الخر. اذا نروليها كلها. ومن بعد نلاقيها بالبيض، ندهنها بالبيض. هذوك الحرابل نديروا لهم هكذا مزيان نضغطوا عليه. اذا فنديرها هكذا بالبيض باش ما تحل، او لا بالدقيق، شويه بالدقيق، انا كنت درت بيضه وصافي. ايوا هذيك هي، هاد الحرابل ها هما فيهم شويه السكر شويه القرفه وما زهر. ومن بعد صافي كنديروهم هكذا، نستفوهم ونديروهم في الفران. ملي نخرجوهم اذا نديروا عليهم دغيا دغيا العسل ونقطعوهم بهذاك الموس، هذا لا نقطعو بالموس الاخر. كنت درت هذه شحال ودرتها باللوز، درت هذه المره بالقرقاع وندير عليها العسل، واخا ما تقبضش ولكن درتها العسل. الا كان شي عسل مزيانه تغطسوها فيها وخرجوها، معليش لا يحقش فيها بزاف الحلاوه، معليش غير هكذاك صافي بركات. ومن بعد هي ما شاء الله تبارك الله لذيذه لذيذه وصحيه. ها هي فيها شويه، درت فيها شويه الزنجلان. هذاك الموس اللي تقطعوا به، راني وريت لكم هذاك الموس اللي عنده السنان اللي يقطعوا به الخبز، هذاك احسن من هذاك هذاك. وهي نقطعوها هي حاميه. الا كانت باتافيلو، درتو باتافيلو قطعوها تما في الصينيه وهي خضره، ولكن الا كانت دايره حاميه تما قطعوها. ولكن بهذا الموس هذا اللي عنده السنان، هذا يقطعها دغيا دغيا، ماشي الاخر كيهرسها. ها هو، ها هي ما شاء الله لذيذه تبارك الله. وبعد فيها بعد هذاك كنت خليت فيها، ما قدرتش كعارفه الماشينه ما بغيتش تطحن بزاف، وهي درتها هكذاك معجناتها لان كان فيها الزيت ديجا، وقطعتهم وهي حاميه ودرت عليها العسل ودريت عليها هذا الجنجلان وصافي. كتكون لذيذه ما شاء الله تبارك الله. شكرا للمشاهده، سلام.